السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم ازاي اقدر ان انا اشتري شهادة وانا قاعد في البيت، مش لازم ان انا اروح البنك ولا ان انا اكلم خدمة العملاء ولا اي حاجة خالص. اليومين اللي فاتوا بعد صدور قرار بالشهادات ال 18%، وفي ناس كتيرة اتجاهها ان هي تغير من الشهادة الحالية بتاعتها اللي هي ال 11 او 12 او 15 او اي فايدة موجودة، وعايزة تكسر وتروح على الشهادة الجديدة اللي هي ال 18. طبعا الموضوع ده هيؤدي ان هيبقى فيه تزاحم كتير جدا وكبير جدا موجود في البنوك المصرية. طيب، البنك الاهلي من ضمن البنوك اللي هو قال انا عندي شهادة جديدة واعلن ونزل هذه الشهادة. انا عايز اكسر الشهادة بتاعتي وعايز اجيب الشهادة الجديدة وانا قاعد في بيتي، مش عايز اروح البنك ومش عايز اعمل زحمة ولا ان انا اتعرض لعدوى ولا اي حاجه من الحاجات دي. طيب، ايه الحل اللي انا اقدر اعمله؟ هتدخل النهارده على موقع الاهلي، البنك الاهلي المصري اللي هو NBE. هتدخل وهتعمل على الافراد في بحث اللي هي خدمات الافراد او الشركات. هتدخل على خدمات الافراد، ومنها هتدخل على خدمه الاهلي نت. من الافراد هتدخل على الاهلي نت، هتعمل اشتراك في الاهلي نت. ازاي هعمل الاشتراك في الاهلي نت؟ اول خطوة هيطلب منك، هيقول لك دخل رقم الموبايل ودخل رقم القومي بتاعك. بعد ما هتدخل الرقم القومي ورقم الموبايل، رقم الموبايل اللي هتدخله لازم يكون هو اللي متسجل في قاعدة البيانات عندهم، ما تدخلش رقم تاني. في رقم اللي بيجيلك عليه رسائل لما تسحب فلوس، الفيزا بتاعتك حد يسحب منها فلوس بيجيلك رسالة، الرقم الموبايل ده اللي متسجل عندهم ده اللي حضرتك هتدخله. بعد ما هتدخل الرقم القومي ورقم الموبايل، هيبعت لك رمز كود سري على الموبايل بتاعك. الكود اللي حضرتك ده هيتبعت، هتروح مدخله في الخانة اللي هتظهر في الشاشة قدامك، هيقول لك ادخل الرقم السري المرسل إليك. هتروح مدخل الرقم السري ده. بعد كده هيطلب منك الإيميل بتاعك، هتدخل الإيميل بتاعك، وبرضه هيبعت لك عليه كود رقم سري علشان حضرتك هتاخده، وبرضه هتدخل الكود بتاع اللي جالك على الإيميل. بعد كده هيقول لك إن أنت اشتركت، وهيبتدي إن هو يبعت لك رقم الخاص بيك في الاهلي نت. يعني ايه الرقم الخاص بيك؟ لما باجي ادخل على الاهلي نت بيطلب مني، يقول لي ادخل الرقم الخاص بيك. ده بيبقى رقم حوالي 6 ارقام، بيبقى حوالي 6 ارقام، شاشة كده بتتفتح بتروح مدخل فيها ال6 ارقام دول. بعد ما بتدخل ال6 ارقام دول بيفتح لك شاشة تانية في متصفح جديد، في صفحة جديدة. الصفحة دي مؤمنة وبيبقى فيها رقم السري اللي حضرتك هتدخله. الرقم الاولاني ده ما بيتغيرش، اللي هم هيبعتوه لك ده ما بيتغيرش. 6 ارقام دول بتوعك على طول، ده زي الرقم القومي بتاعك، ده مش هيتغير. هتفتح الصفحة الجديدة، هتروح حضرتك مدخل فيها الباسورد بتاعك. هيبقى لك 2 باسورد، واحد للمعاملات المالية وواحد للتحويلات النقدية. لو انت هتدخل تعمل معاملات مالية عادية هتروح مدخل الباسورد بتاع المعاملات المالية العادية. لو هتعمل تحويلات هيبقى لك باسورد تاني. الشاشة اللي بتطلع بيبقى فيها صورة، الرقم السري بيبقى فيها صورة. الصورة دي بيقولك ان الصورة دي بتاعتك ومش هتتغير، انت بتبقى حافظ شكلها. لو الصفحة فتحت وموجود فيها الصورة دي تروح مدخل فيها الرقم السري بتاعك. لو الصفحة فتحت وفيها صورة غير الصورة بتاعتك اللي هم حاطينها لك، معنى كده هيبقى حضرتك دخلت رقم خاص بيك غلط. هتروح ترجع تاني تدخل الرقم من أول وجديد. طيب، بعد ما تفتح
هيبقى قدامك شاشة كاملة موجود فيها كل المعاملات البنكية بتاعتك. يعني ايه كل المعاملات البنكية؟ يعني انت عندك حساب جاري، هتلاقي رقم الحساب موجود، وهتلاقي المبلغ بتاعك بتاع الحساب موجود. طيب لو انت عايز تعمل استعلام عن الحركات اللي حصلت في الحساب، بمعنى اخر عايز اعمل كشف حساب، الكشف حساب هيعمل لك كل الحركات اللي انت عايزها لمدة 6 شهور. ايه اللي دخل وايه اللي طلع وايه السحب والايداع والتحويلات وفوائد الشهادات، كل ده هتلاقيه موجود. طيب لو انا عندي شهادات ادخار وموجودة وعايز اطلع عليها اشوف الفوائد هتنزل امتى، هتلاقي في عندك مكتوب المعاملات على الودائع الجارية. طب عايز افك شهادة او عايز استرد الشهادة واعرف المبلغ اللي انا هسترده كام، برضه هيقول لك فيه تفاصيل الاسترداد. الاسترداد هتضغط عليه هيروح قايل لك الاسترداد المبلغ المستحق لك كذا. البيانات بتاعت الشهادات بتاعتك والمعاملات كلها موجودة. طب لو انت واخد قرض وعايز تشوف القرض الاقساط بتاعته اتدفعت ولا لا، او باقي عليا كام قسط، برضه هتلاقي في معاملات القرض هيقول لك انت تم سداد كذا قسط، باقي عليك كذا قسط، البيانات بتاعت القرض موجودة. طيب معايا فيزا، عايز اعرف الفيزا بتاعتي دي انا اشتريت بيها ايه، عايز اعمل كشف حساب للفيزا، هتلاقي في عندك خانة لكروت الائتمان. كروت الائتمان هتبقى ظاهرة. طب انت راجل موظف وبتاخد مرتبك على بطاقة المدفوعات الحكومية، عايز تشوف مرتبك نزل ولا لأ، مش محتاج ان انت تروح تقف في البنك وتشوف الفلوس نزلت الفلوس ما نزلتش، كل ده هتلاقيه موجود عندك على خدمة الاهلي نت. طيب ايه تاني ممكن استفيد في الاهلي نت؟ عايز تفتح حساب جديد، عايز تفتح حساب بالدولار، عايز تعمل تحويل لفرد آخر، عندك أكتر من حساب وعايز تعمل تحويل ما بين الحسابات، كل الإمكانيات دي متاحة وانت قاعد في بيتك من غير ما تتحرك ومن غير ما تروح تقف في طابور وخدمة العملاء. والموضوع ده خلاص الكلام ده انتهى يا جماعة. العصر ان انا لازم اروح خدمة العملاء بس عشان اسأله الشهادة بتاعتي هستردها بكام، اقعد 3 ساعات رايح جاي، الكلام ده انتهى. وانت قاعد في بيتك باشا، قاعد في البيت وبتشرب حاجة وقاعد بتاكل وبتخلص اجراءاتك وحاجتك، ممكن بالليل، مش لازم الصبح، عندك 24 ساعة البنك شغال. حتة ان احنا نعمل زحمة ونروح نقف وننتظر وطوابير، الكلام ده يا جماعة لأ. لازم ان احنا نوصل الفيديو كل الناس اللي نعرفهم علشان ان هم يستفيدوا من هذا الموضوع. في ناس كتيرة ما تعرفش، في ناس بتروح البنك مخصوص يقول له انا عندي في الرصيد بتاعي كذا وعايز اشتري شهادات. طب ما تشتريها من البيت، انت رايح لغاية هناك، لا اصل لازم اخد الشهادة، الورقة اللي مكتوب فيها الشهادة وتبقى مختومة عشان احس ان انا اشتريت شهادة والشهادة تبقى في ايدي. لا، انت من غير ما تشتري الشهادة والشهادة الكرتون تبقى في ايدك ان انت اشتريت حاجة من البنك، لا كل ده خلاص. مش لازم ان انت يبقى معاك شهادة من البنك ان انت اشتريتها، لا مجرد ان انت عملت المعاملة الكترونيا اتسجلت ان حضرتك اشتريت الشهادة. الشهادة اللي انت معاك دي حتى لو ضاعت، الكرتون اللي انت خدتها من البنك وانت ماشي حتى لو ضاعت ليس لها اي قيمة، ما تشغلش بالك بيها خالص. طيب يعني انا كده حاولت ان انا اشرح لكم المميزات اللي انت هتاخدها من الاشتراك في الاهلي نت. ولازم ان احنا يا جماعة نشترك دلوقتي علشان اللي عايز يشتري شهادة واللي عايز يستعلم والحاجات دي كلها. وغير كده اللي معاشه نزل، عايز تشوف المعاش بتاعك نزل ولا لأ، هتستفيد بحاجات وإمكانيات خطيرة جدا وهتوفر وقت وجهد خطير. أرجو إن احنا نكون استفدنا يا جماعة من هذا الكلام. ولو في عندك أي استفسار، مش عارف اشترك وانا دخلت لقيت فيه رسالة موجودة انا مش فاهمها،
في خدمة موجودة جوه في الأهلي نت أنا مش قادر إن أنا أستوعبها، ابعت لي في كومنت على طول على الفيديو وأنا هرد عليك. وخلي بالكم إن في فيديو تاني معمول هتلاقي اللينك بتاعه تحت، إزاي إن أنا أسترد الفايدة من ال11 وأرفع للشهادة فيها 18، وهل في جدوى إن أنا أنقل من ال11 لل18 ولا لأ. هتلاقي اللينك موجود تحت الفيديو ده. أرجو إن احنا نشترك في القناة لو ما كناش مشتركين، ويا ريت يبقى فيه لايك وكومنت وشير للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد من الناس علشان إن احنا نقدر نفيدهم. أشوفكم يا رب بكل خير، ما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم.